مفاجأة الموسم بيرجع لنا مسلسل أشغال شقة بالجزء الثالث للمنافسة في موسم رمضان 2027، وده بعد ما أعلن الفنان هشام ماجد والمخرج خالد دياب عن وجود جزء ثالث بسبب النجاح اللي حققه المسلسل في موسم رمضان 2024 و2025. والمسلسل ده هيضم عدد كبير جدا من النجوم زي الفنان هشام ماجد والفنانة أسماء جلال والفنان مصطفى غريب. والمسلسل ده كان من المقرر عرضه معانا في موسم رمضان 2026، ولكن اتأجل بسبب مشاكل في الإنتاج. كمان المسلسل هيكون من تأليف خالد دياب، والمفاجأة الكبرى ان الجزء الثالث من المسلسل هيضم عدد كبير جدا من ضيوف الشرف زي الفنانة آية سماحة ودنيا ماهر، وعدد كبير جدا من النجوم لسه ما تمش الإعلان عنهم لحد دلوقتي. والمسلسل هيعرض على شبكة قنوات MBC، وبالتحديد قناة MBC مصر. والمسلسل ده متوقع يحقق نجاح كبير جدا في موسم رمضان 2027. وبكده نكون انتهينا من حلقة النهاردة، ولو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش تنزل تعمل لايك للفيديو وتشترك معايا في القناة وتفعل زر التنبيهات علشان كل الحلقات الجديدة توصل لك لحد عندك. وكمان يا صديقي مش تنسى تشترك في قناة عمر رمضان عشان يوصلني ل1000 مشترك وأحلى. وأول لما انتوا تقولوله من عن قناة رمضان معنا شو محمد إبراهيم يوسف. ويلا بحبكم جدا، قناتكم رمضان معنا شو. وكمان لحد دلوقتي ما نزلش مسلسل على مسلسل عشاق أشغال شقة الجزء التالت. مفيش أي مسلسل مسلسل أشغال شقة الجزء التالت. هشام مجدي صرح مسلسل هيكون في مسلسل جديد في رمضان 2027، ولم يقرروا في مسار إلى مسلسل أشغال شقة الجزء التالت في رمضان 2027. يلا السلام عليكم، كان معاكم محمد إبراهيم يوسف، قناتكم رمضان معنا شو. يلا السلام عليكم.